العود آلة وترية ذات صندوق صوتي، وتعود تسميته بالعربية إلى أعواد الخشب لكونه خشبيا. هو رفيق للمغنيين وأحد أعمدة التخت الشرقي، كما أنه آلة للعزف الاستعراضي المنفرد. استعمله العرب والفرس والكرد والإغريق والترك، وقد انتشر في إفريقيا وبلاد الأندلس وغيرها، وهو الأصل لآلات مثل اللوت والجيتار وغيرهما. يعود تاريخ آلة العود إلى العصر الأكادي حوالي العام 2350 قبل الميلاد، وقد شهد تطورا مستمرا إلى أن بلغ شكله الحالي. أجزاء آلة العود: ظهر العود، وجه العود، الفرس، المضرب، القمريات أو الشمسيات، الزند أو الرقبة، الأنف، المفاتيح، والبنجق أو علبة المفاتيح، وأوتار العود. في أصوات بتتسمع، وفي نغمات بتسكن جوه القلب، وفي ناس مش بس بيعزفوا، دول بيحكوا حكاية من وتر وبيوصلوا مشاعر من غير كلام. شيرين تهامي مش بس عازفة عود، دي بنت مصرية قررت تمشي في طريق يمكن يكون مش سهل، بس كانت واثقة إن بإحساسها وعزفها هتخلي آلة العود تحكي عنا وعن روحنا وعن اللي جوانا. من معهد الموسيقى العربية لبيت العود العربي مع الفنان الكبير ناصر شمة، لخشبة مسارح مصر ودبي وبلاد تانية كتير. شيرين كانت دايما سوليست، مش بس في العزف لكن كمان في اختياراتها وفي صبرها وفي عزيمتها وفي كونها بنت كسرت القالب وصنعت لنفسها مقام. العود أو الآلات الموسيقية في العموم اللي عمرها آلاف السنين فيها أسرار كثيرة، وإلا ما كانت قادرة على الصمود طوال هذه الحقب الزمنية الطويلة والحضارات المتتالية والأحداث الكثيرة. بقيت هذه الآلة بشكل كأنها رابط سري بينها وبين الناس، بينها وبين كل الحضارات اللي تغيرت في بلاد بين النهرين، وانتقالا إلى بعد 1200 سنة إلى 300 سنة إلى وادي النيل، وانتقالها إلى بلاد فارس ثم إلى تركيا وإلى الغرب. بقيت هذه الآلة أولا كأنها تنجب آلات في كل مكان تذهب إليه. تخرج عائلة أخرى من عائلة العود وغيرها، أنه أصبحت مع العلماء، مع الفلاسفة، مع المفكرين، مع الملحنين والمغنين، ثم العازفين السوليست اللي هي بدأت معهم في المعابد البابلية. فتاريخ كبير يكمن في طيات هذه الآلة. وأنا صغيرة كنت بحب الموسيقى بشكل عام، كنت بحب أعزف آلات مختلفة، ما كنتش بلعب زي الأطفال بعرايس وألعاب، وكنت بلعب دايما بآلات موسيقية، أورج صغير، أكورديون، جيتار صغير، ميلوديكا. وكنت بعزف في المدرسة كتير، وبطلع في الفرقة الموسيقية بتاعة المدرسة أعزف سولوهات على البيانو وعلى الجيتار. فمن وأنا صغيرة وأنا بحب الموسيقى جدا، بس ما كانش لافتني قوي صوت العود، لأن الأطفال عادة يعني ما بينتبهوش قوي للعود، بيبقى شددهم الآلات التانية الكبيرة زي البيانو اللي صوتها عالي.
كبرت شوية حسّيت إنه العود لمّا باسمعه، باسمع سولو عود في أي أغنية إن هو صوته مختلف، وإن هو إحساسه مختلف وطريقة تعبيره عن الموسيقى مختلفة، فجِبت عود، اشتريت عود كان كبير شوية عليّا بس حاولت أدوزنه، وقعدت أعزف عليه شوية، أطلّع عليه أغاني، بقيت أطلّع عليه شوية، شوية أغاني مختلفة، وحسّيت إن لمّا بتطلع عليه أغنية بيبقى صوتها جميل جدًا مش زي أي آلة تانية. فحسيت إن العود هو أقرب آلة ليّا، ووقتها فعلًا قررت إن أنا أتعلم العود احترافيًا يعني مش سماعي زي ما كنت باعزف الآلات التانية. بيت العود بالنسبة لي مش مجرد مكان أو شغل، أنا باعتبره هو بيتي التاني، وفعلًا هو نقطة تحوّل كبيرة جدًا في حياتي. أنا فترة طويلة أوي في حياتي قضيتها في بيت العود مع زملائي، مع الطلبة، مع أستاذ نصير، لإن أنا التحقت ببيت العود وأنا صغيرة، وكنت لسه في أوائل الكلية، وكنت من أوائل المجموعة اللي بدأت في بيت العود في دار الأوبرا مع أستاذ نصير، وكان هو أستاذي المباشر، والحقيقة كان المكان مكان جميل جدًا، وكنا بنقضّي فيه أحلى الأوقات في التدريب مع بعض، في الدروس مع أستاذ نصير، وما كناش بنحس بالوقت فيه، كنا ممكن نقضّي اليوم كله هناك، وكان هو المكان اللي أنا كنت باروحه بعد عناء مذاكرة أو بعد محاضرات أو بعد تدريب في شغل، كنت باتبسط جدًا لمّا أقعد أتدرّب مع زملائي، وكنت باتبسط جدًا لمّا يكون عندنا حفلة ويبقى في بروفات. فكان بالنسبة لي هو أحلى مكان أقدر أروحه بعد تعب الشغل والمذاكرة، وطبعًا أنا قعدت فيه فترة طويلة جدًا، واتخرّجت فيه بعد سنتين من الدراسة، وبعد ما اتخرّجت درست فيه في مصر في بيت الهراوي، وبعدها انتقلت كمان لبيت العود في أبو ظبي، فأنا قضيت معظم حياتي في بيت العود، و وبنتي كمان بعد ما اتجوزت وخلّفت بنتي درست في بيت العود في قسم الغناء الشرقي، واتخرّجت من بيت العود، فالحقيقة بيت العود هو بيتي التاني، وهو نقطة تحوّل كبيرة جدًا في حياتي، لإن أنا دراستي كانت إعلام، خريجة إعلام القاهرة، جامعة القاهرة، و غيّرت كل حاجة في حياتي عشان أفضل في بيت العود، وعشان أكمّل في المجال الموسيقي، وكنت فعلًا اشتغلت فترة مُخرجة في التلفزيون، وبعدها وقّفت كل ده وكمّلت بس في الموسيقى، وفي التدريس في بيت العود، وفي المجال الموسيقي احترافيًا كعازفة وكنت باشترك طبعًا في حفلات ومهرجانات. في الحقيقة التدريس بالنسبة لي موضوع مختلف شوية، أنا باحب التدريس جدًا ومش باخده إن هو شغل، بالعكس أنا باحس إن هو رسالة مهمة جدًا ليّا إن أنا باقدّمها، وخصوصًا لو بادرّس أطفال باحس إني بازرع فيهم قِيَم وحاجات مختلفة، وحاجات جميلة يقدروا يواجهوا بيها بعد كده الحياة. الموسيقى بتغيّر حياة ناس كتير، وقدّامي أنا شُفت الموسيقى غيّرت حياة طلبة كتير، وأسلوبهم في التعامل، حتى في المدرسة بيتغيّر مستواهم في الدراسة لمّا بيتعلموا موسيقى. كمان باحب أشجّع أوي البنات إن هُم يبتدوا موسيقى ويتعلموا عود، ده بيغيّر حياتهم، وباشوف نَفْسي في طلبة كتير لمّا بيكون حلمهم إن هُم يخلّصوا وإن هُم يبقوا عازفين شاطرين، بافرح أوي لمّا بيقولوا لطالب أنت بتدرس معاها أو كده، أنت نفس ريشتها، عنده نفس أسلوبِك، عرفنا إن هو الطالب عندِك، لإن ده في الحقيقة بيحسسني إن أنا بأدّي رسالتي مضبوط، وإن أنا كل الطلبة اللي اتخرّجوا عندي سواء بدرجة امتياز أو جيد جدًا، معظمهم دلوقتي بيدرّسوا وعازفين محترفين، ودي حاجة بتخلّيني أفرح جدًا إن أنا فعلًا عملت حاجة في حياتي، بجانب طبعًا إن أنا سواء بألِّف موسيقى أو باعزف أو باعمل حفلات، بس بالنسبة لي التدريس برضه بنفس الأهمية بتاعة العزف وبتاعة الحفلات. عمري ما حسيت إن العود آلة تقيلة أو مش مناسب للبنات، بالعكس أنا باحس إن العود آلة رقيقة جدًا، بتتأثّر بكل حاجة، يعني أي خبطة بتأثّر في الخشب، في صوته، عوامل الجو بتأثّر فيه، في توزانه، في صوته اللي طالع، فالعود آلة حسّاسة جدًا ومناسب جدًا للبنات، وخصوصًا إن دلوقتي بقى في آلات بتتصنّع صغيّرة شوية مناسبة للأطفال ومناسبة للبنات يقدروا يمسكوها ويتحكموا فيها أكتر. حتى طريقة مَسْك العود إن هو بيبقى قريب منِّك، فطبعًا دوّة بيخلّي برضه باحس إن الصوت بيطلع من قلبِك وأنتِ بتعزفي. العود آلة جميلة وحسّاسة جدًا، وما فيش فرق في العزف بين بنت أو ولد،
كل واحد بيحب آلة معينة بيقدر يطلع منها أحسن حاجة لو هو فعلا بيحبها وعنده موهبة فيها وبيتمرن عليها وبيجتهد فيها. فالعود عمره ما كان حكر على الرجال، والعود آلة جميلة ومميزة ورقيقة جدا، عمرها ما كانت آلة تقيلة. قليل جدا اللي بيعرفوا يستعملوا ويستغلوا العود كآلة شرقية، ممكن نطورها كمان وممكن نخليها تعزف أشياء غربية. أنا مثلا عزفت قطعة كلاسيكية يعني إسبانيولية في مقدمة حكاية غرامي، أغنية حكاية غرامي، وعملت كونسيرتو على العود. ده بيعملوا جيتار وبيانو، فأنا قدرت أعمله على العود. الموسيقى هي لغة عالمية وإنسانية بتعالج النفس وبتسعدها، والواحد بيعبر بالنغمات عن مشاعره وعن أحاسيسه. وأول ما انتقلت من مصر للإمارات أكيد كان في الأول إحساس بالغربة، إن أنا بعيد عن مصر وبعيد عن أهلي. وفعلا وقتها أنا ألفت مقطوعة اسمها غربة، عبرت فيها عن أحاسيسي وعن مشاعري. بعد كده طبعا تأقلمت وتعرضت لثقافات مختلفة وتنوع حضاري وموسيقي مختلف وأنماط كتيرة من الموسيقى مختلفة. كل ده أكيد أثر على طريقة عزفي وعلى طريقة مؤلفاتي. أي حفلة بعملها أو بقدمها بتبقى بالنسبة لي خطوة جديدة ومهمة، وبتبقى علامة فارقة عندي، لأن أنا بحب أحضر قوي للحفلات، سواء في مهرجان أو أي حفلة ليا. أحب أقدم حاجات مميزة. دايما الموسيقى ما بتخلصش، لازم الواحد يطور نفسه على طول ويتعلم على طول ويتدرب على طول. ما بحبش أكرر حاجات عملتها، وما بحبش أبقى تكرار لحد. فعشان كده دايما الواحد لازم يشتغل على نفسه كتير، يسمع كتير، يشوف ثقافات مختلفة، يشوف أنواع موسيقى مختلف. فكل حفلة بالنسبة لي كانت مهمة، وكل حفلة قدمتها سواء في مهرجان، وبرضو لازم بقدم في أي مهرجان هويتي الموسيقية وهويتي المصرية بطريقة تعبر عني وتعبر بطريقة حديثة، برضو ما تبقاش بطريقة مملة للجمهور أو كده. فدايما عندي تحدي في أي حفلة، إن الحفلة ما تبقاش مملة، اللي أنا بقدمه يكون متنوع وبيعبر عني وبيعبر عن هويتي. أصعب قرار أخدته هو مش قرار فني بس، هو قرار غير حياتي كلها. أنا خريجة كلية إعلام، جامعة القاهرة، قسم إذاعة وتلفزيون، واشتغلت فترة في التلفزيون مخرجة. وبعد ما اتخرجت من بيت العود وبدأت أعزف، قررت إن أنا أسيب مجال الإعلام وأسيب شغلي في التلفزيون وأركز بس في الموسيقى، في التدريس الموسيقى، في التدريس في بيت العود، في الحفلات، في المؤلفات. وده طبعا كان قرار صعب جدا، إن أنا إزاي أسيب كل مجال شغلي ومجال دراستي وأركز في الموسيقى. ودي طبعا كانت الحاجة اللي أنا بحبها، والحمد لله بعد فترة طويلة عرفت إن ده فعلا كان القرار الصح، لأن أنا بستمتع بالحاجة اللي أنا بعملها واللي أنا بحبها. وأنا كمان بحب الإعلام، بس بصراحة الموسيقى أكتر يعني، فعشان كده أنا بستمتع بشغلي جدا في الموسيقى. أنا شايفة إن التحدي دايما قدام العازفات أو قدام السيدات الموسيقيات، إن هم يثبتوا دايما إن هم بيعزفوا كويس، وإن هم مستواهم عالي، وإن هم محترفين زي العازفين الرجال. فطبعا ده دايما تحدي يعني بالنسبة لنا، إنك عايزة توري الناس أنت فعلا بتعزفي، إن مفيش فرق إن ست بتعزف، وخصوصا للعود يعني، إن ست بتعزف أو إن راجل بيعزف. مادام إنسان بيشتغل على نفسه وعنده الموهبة وعنده التقنيات، فيقدر يعزف أي حاجة. اللحن المهم أو الأهم بالنسبة لي هو مقطوعتي نجمة، اللي أنا ألفتها أول ما بنتي نجمة اتولدت، وعشان كده سميته باسمها. اللحن ده بعبر فيه عن أحاسيسي كلها كأم، وعنها هي كمان، وأنا شايفاها بتتغير في مراحلها العمرية، وشايفة موهبتها وهي بتكبر. فبصراحة هو ده أهم لحن بالنسبة لي، وهو بيمثل هي، يعني بيمثلها هي، إن هي برضو هي أهم حاجة في حياتي، زي ما اللحن ده أهم لحن عندي.
شكرا مروة حبيبتي على أسئلتك الجميلة اللي كان كلها حب وجمال وأحاسيس، وخليتني أتكلم عن حاجات حلوة قوي. وإن شاء الله ربنا يوفقك في البودكاست بتاعك الجميل. الجميلة والأحاسيس تختم هذا اللقاء الجميل. هقول حب ايه للموسيقار بليغ حمدي. وفي نهاية الحكاية بنقف احترام لكل بنت قررت تعزف حلمها بإيديها وتسمع الدنيا صوتها من أوتار قلبها قبل أوتار العود. شيرين في كل نغمة بتعزفها في خطوة جديدة في مشوارها، وفي كل حفلة في بنت صغيرة بتتفرج وتحلم إن تبقى زيها. شيرين تهامي مش بس عازفة، دي بنت مصرية اختارت طريقها بعزف، مشيت فيه بخطى ثابتة ورفعت اسم بلدها في حفلات وساحات كتير. شيرين مش عازفة ناجحة بس، دي كانت حلم اتحقق ورسالة لكل بنت نفسها تنجح وعود يتكلم بلهجتنا. شكرا يا شيرين على رحلتك، على موسيقتك، وعلى صداقتك اللي فيها دفى الفن ونبل الروح. شكرا يا شيرين يا حبيبتي على وجودك معايا، ولسه الحكاية مكملة مع كل عزف وكل بلد وكل حلم تاني هتحققه. واستنوني في حلقة جديدة وضيف جديد في حكاية من حكايات من الزمن الجميل.